ان الناس مبسوطه ومتكيفه. اتفرجنا على ماتشين كرة قدم يجيبوا شلل. والله العظيم. يعني ماتش الزمالك وفاركو، ماتش يوجع القلب والله العظيم. من ارضيه ملعب معمول فيها بتبيت، الملعب دي بيتربى فيها خرفان ومعيز. ده مش ملعب كرة قدم ابدا. الملعب ده ما يتلعبش فيه كرة قدم. اللعيبه دي ما بتلعبش كرة قدم، بيلعبوا كرة قدم مفسيه. الكرة تحسها مفسيه يا جدعان. كرة القدم المصريه بقت مهويه، كرة مفسيه مش عارفين يشوطوا اللعيبه. يعني معرفش اللعيبه دي بتاخد ملايين كتير يا جدعان. والله العظيم بياخدوا ملايين على ايه انا معرفش. والكابتن جروس، يا كابتن جروس يا مقرب البعيد. يا كابتن جروس انت ايه؟ انت بتبص على الخرفان والمعيز؟ طب انت يعني انت معاك طقم خرفان ومعيز عايز تنزلهم؟ انا معرفش بجد والله العظيم. حاجه تجن. لعيبه الزمالك بتجري ورا كوره بجرز. يعني انزل اجري، انزل العب، تلاقي اللعيبه في الجنب ده كلها واللعيبه في الجنب ده كلها، لكن لا في خطه بتتقال ولا في طرق لعب ولا في تدريب اصلا. معرفش يعني. والله العظيم تحس ان اللعيبه كلها بقت عاميه. ده ماتش الزمالك وفاركو برضه ما اداش اللي عليه. يعني هو في لعيب واحد اسمه رقم 7 ده، ما اعرفش اسمه ايه كده. اللعيب ده هو احسن واحد في الماتش، وهو خد فعلا احسن واحد في الماتش. الحكم افتكر يدي انذارات اخر الماتش، ما اعرفش ليه، الله اعلم برضه بنيته. ملناش علاقه بيها. ماتش الاهلي وغزل المحله طبعا ده كلاسيكيات كره القدم المصريه، ويخرب بيت كره القدم المصريه كرهتونا فيها والله العظيم. حاجه يعني تموت. الاهلي من غير امام عاشور على الله، زيه زي الزمالك، زيه زي بقيه الفرق. امام عاشور الوحيد اللي عامل فارق في الدوري في ال 13 جوله اللي فاتوا. هو الوحيد. احسن لعيب في مصر الفتره اللي فاتت امام عاشور. واللي يقول غير كده يبقى راجل لا مؤاخذه يعني، معرفش دماغه فيها ايه. من غير مع احترامي لكل الناس، يعني امام عاشور هو الوحيد اللي بيلعب كره القدم المصريه. هو الوحيد اللي بيلعب في كره القدم المصريه امام عاشور. اللي يقول غير كده يبقى هو وابراهيم عادل. ومع ان ابراهيم عادل برضه ماتشات وماتشات، عشان برضو نبقى حقانيين يعني. فين بقى اللي بيحصل؟ فين الملايين اللي بتدفع؟ فين لجنة الحكماء اللي قالوا هيتطور كرة القدم المصرية؟ لجنة الحكماء اللي بالمناسبة اللي هي يعني اقل واحد فيهم عنده 80 سنة، الكابتن حسن شحاتة والكابتن محسن صالح والكابتن معرفش مين والكابتن حلمي طولان، كلهم ناس مسنين. هيطوروا كرة القدم المصرية انهي؟ هيلعبوا كرة بكرسي بعجل؟ انا معرفش هيطوروها ازاي يعني، انا معرفش. تطوير ايه اللي بتفكر فيه وانت اصلا لا عندك مذيعين؟ مذيع يا لهوي على المذيعين كمان، يا لهوي يابا. مش عارف نعمل ايه والله العظيم. هنجيب كرة منين؟ هنجيب ايه؟ طب الدنيا هتبقى حلوه ازاي؟ انا معرفش. حاولوا يا جدعان تحببونا في الكوره، حببونا في الكوره يا اخوانا والنبي بالله عليكم. احنا بنحب الكوره، ما تكرهوناش فيها. حاجه. السلام عليكم.